صراحة جهلة وما عندهم ثقافة، بس يقول لك انت شكو هيجي دا تجلف بايدك ودا تمسح ودا تغسل ودا تنظف زين، وليش انت بعدين انت لابس جلافز بالاخير، وليش هاي هيجي انت شو اسمه. الجراح مرات لما يدخل ايده ببطن المريض لما بده يسوي عمليه، او مرات انا طبعا هاي اللي قفتها لان انا حسيت بيها باعوا شنو يصير؟ مرات يصير ثقب بالجلافز. باعوا شوفوا الزرف، هذا الزرف الصغير اذا اجر على يبين يا هذا اذا تشوفه قربوا عليه شوفه هذا بالضبط. هذا السبب احنا لازم هسه اني حتى اذا خلينا نقول على فرضا فرضا هسه اني ما عرفت بهذا الثقب ذاك الثقب، فرضا اني ما عرفت بيه زين، اذا ما طول ايدي نظيفه واني غاسل زين ونظيفه احتمال قليل يصير التهاب بالمريض. لكن اذا واحد هيجي شلح وعبر ويغسل ايده من وراء خشمه وما يتبع التعليمات الطبيه والبروتوكولات الطبيه بغسل الايد والتعقيم الايد، فتسبب مشاكل. لانه هذا السبب يقول مو انت بدك تلبس جلافز، مو انت هياتها هاي الجلافز. بس انا طبعا حسيت بيها لان انا صارت بالانسترومنت فحسيت بيها، واني حسب هاي الامور كلش. فالجراح لازم يعرف نفسه ويعرف هاي. لذلك هسه شو اسوي؟ راسا اوخر هنا هسه راسا صار هيك شيء، نشيل الجلافز هاي القديمه ونحط وحده جديده. هسه فهمتوا ليش الواحد لازم يغسل ايده ويعقم ايده بروتوكول طبي قاسي يعني مو لعب، مو هيك بس تغسل ايدك عبالك دا تروح دا تتوضا وتاكل من هالمواضيع. هسه فهمتوا ليش لازم؟ نعم. تمام.